أسهل وأسرع طريقة لعمل البانكيك، ينفع فطار ويمشي كمان عشاء، والكل بيحبه كبار وصغيرين. مفيش أسهل ولا أسرع من كده فعلا. في أقل من نص ساعة هتعملي كمية حلوة جدا من البانكيك. هنحتاج 3 بيضات، هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ولو مش متوفر فانيليا سايلة نقدر نستبدلها بالفانيليا البودر. هنقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هنضيف الحليب، ومهم ان البيض يكون في درجة حرارة المطبخ، وكمان الحليب يكون في درجة حرارة المطبخ. هضيف 1.25 كوباية بالظبط من الحليب. هقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هنضيف 3 معالق كبار من السكر، وهنا هنقلب كويس لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما. ومعايا 2 كوباية من الدقيق الابيض، ويفضل ان هم يكونوا منخولين. هضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، هقلبهم مع بعض كويس وهضيفهم على خليط البيض والحليب والسكر اللي حضرناه. وهنقلب، مش هنحتاج مضرب كهرباء ولا عجان، هنقلب كده بالمضرب اليدوي، ما بياخدش اي وقت، والقوام بيكون اخف شوية من قوام الكيك. انا بحب البانكيك يكون سمكه رفيع شوية عشان اكون متأكدة ان شاء الله البيض والدقيق استوى كويس. ده القوام اللي انا عاوزاه. لو حابين القوام اتقل من كده او سمك البانكيك يكون اتخن شويه، هتستعملوا كميه الدقيق هتكون 2.5 كوباية، يعني هتزودوا نص كوبايه من الدقيق في طاسه بقى تكون سخنه على النار، على نار هاديه جدا. هنمسحها بمسحه من الزيت، وده في اول مره بس. بعد كده هنضيف شويه من البانكيك، ويفضل ان الطاسه تكون من النوع اللي ما بيلزقش. هنضيف شويه كده من البانكيك وهو بيتوزع لوحده. الخليط خفيف وحلو جدا. اول ما يعمل فقاعات كده على الوش بنقلبه على الجنب التاني لحد ما يتحرك معانا بسهولة زي كده. كده خلاص مستوي معانا. ونكمل بنفس الطريقة. تقدروا بقى تعملوا المقاس اللي تحبوه، مقاس كبير وسط صغير. انا عموما عملت منه ل3 مقاسات اهو، وده المقاس الوسط. مبياخدش وقت خالص، واهم حاجة ان النار تكون هادية جدا علشان البانكيك يكون مستوي معانا كويس. هنستمر بنفس الطريقة لحد ما نخلص كل الكمية. زي ما قلت لكم انا بحب سمك البانكيك يكون رفيع زي كده. حابين يكون اتخن شوية هتزودوا كمية الدقيق نص كوباية كمان. ما شاء الله عمل معايا كمية حلوة جدا. وكل ده بايه؟ 2 دقيق و1.25 كوباية حليب و3 بيضات. مفيش اسرع من كده. حلو ممكن تعملوه. طبعا تقدروا تضيفوا الصوص على الوش اللي تحبوه، تقدموه بالنكهة اللي تحبوها. انا هنا ضفت عسل ابيض. تقدروا كمان تضيفوا سيرب اللي هو الشربات، صوص شوكولاتة، صوص فراولة، تقطعوا معاه فاكهة زي ما تحبوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة تكون عجبتكم. جربوها. ما تنسونيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.